السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفي القناة تعملي لي لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. زي ما انا متعودة معاكم اللي انا بنزل لكم طرق مضمونة اكون مجرباها مرة واتنين وتلاتة ووصلت للمقادير المظبوطة الصح، علشان خاطر اوفر عليكم التكاليف اللي هي بتترمى في الارض. يعني تكلفي حاجة وتلاقيها مش كويسة، فطبعا كله بيروح على الأرض. فأنا هنا معاكم بجرب لكم كل ده وانزلها لكم على القناة. هنبدأ نسمي الله، وأول حاجة هنحتاجها في المكونات عندي حلبة مطحونة، حلبة حصى مطحونة، هناخد منها معلقة مطحونة. وهكون عندي لحمة مفرومة الكمية اللي انت عايزاها، عليها ملح، عليها حبهان، بودرة حبهان، وعليها كزبرة، وعليها توم مهروس، بهارات السبع. وهنضرب كل ده هوت في الكبة، وعايزاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بتبقى ناعمة خالص. وهنبدأ طبعا وبحط عليها نقطة لون أحمر عشان يديني نفس اللون. احنا بنعمل بسطرمة، نفس اللون اللي هو بتاع البسطرمة اللي احنا بنجيبها. هبدأ ان انا اخد قطعة من القطعة اللي انا عملتها دي، وهفردها في اكياس التجفيف، بسمك رقيق جدا، نفس السمك بتاع البسطرمة اللي انت بتشتريها من بره. وهنطبقها كده، وهنعمل واحدة تانية. يعني انا تقريبا عاملة نص الربع، يعني المقدار اللي انا عاملاه ده نص الربع. هنبدأ ناخد حتة تانية ونفردها في الكيس كده رفيعة جدا. طبعا احنا اللي بيحبها تتعشي بيها مع البيض، طبعا تفطري بيها، بتبقى حاجة حلوة قوي. ورمضان جاي، كل سنة وانتم طيبين، بيحتاج الحاجات دي، فجهزيها هتبقى حلوة قوي وسريعة جدا. زي ما انتم شايفين كده، انا عملت كمان معاه بقية نص الربع، عملت معاه بلوبيف، او البيفي. هنزل لكم الطريقة في الكومنتات، ان شاء الله هتعجبكم، ويا رب يكون عند حسن ظنكم. طبعا دوت بعد ما انا جمدت البسطرمة زي ما انتم شايفين كده، والبيفي او البلوبيف. طريقة سهلة جدا وهتعجبكم جدا، وهنزل لكم بردك طريقة البلوبيف في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.